اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لشرح برنامج الاليستريتور. معاكم باشمهندسة عالية في قناة ليرني جرافيك. في فيديو النهاردة هنتعرف على استخدامات برنامج الاليستريتور. احنا بنستخدم برنامج الاليستريتور بشكل اساسي في عمل اللوجوهات، الشعارات. الشعار ده هو اللي بيعبر عن المكان اللي انا عايزه اعلن عنه، مثلا زي بيوتي سنتر، مركز طبي، مدرسه، حضانه. بيبقى هو ليه شعار، اسم، يعني اسم معين انا ببتدي اصممه على الاليستريتور. رقم 2، انا بستخدم الاليستريتور بشكل اساسي في عمل برضو الرسومات. ان لو في رسمه انا رسمها بشكل يدوي ودخلتها على الكمبيوتر، ممكن ارسمها بشكل سهل جدا على الاليستريتور، زي السمكه اللي انا رسمها وملوناها بالشكل ده. ورقم 3، انا بستخدمه برضو في عمل الباترن، يعني التكرار. لو في سمكة مثلا لونها اورنج زي ديت، وسمكة لونها لبني، انا ممكن ابتدي ان انا اكررهم بشكل معين. برضو بستخدم برنامج الاليستريتور في التكرار. والحاجات دي انا بستخدمها، التصميمات دي بستخدمها بشكل اساسي في المفروشات او الملابس. رقم 4، الفلاير. الفلاير هي ورقة مطبوعة أنا بصممها بحيث إنها تديني معلومات عن المكان اللي أنا عايزة أعلن عنه. زي حضانة برضو أو مدرسة أو بيوتي سنتر، بيبقى فيها مثلا المكان، الأنشطة، معلومات عن المكان اللي أنا برضو عايزة أعلن عنه. رقم التليفون والمكان، الويب سايت. التري فولد هو برضو ورقة برضو أنا بطبعها بحيث إنها برضو تديني معلومات بس بشكل أكبر تفصيل، يعني بيبقى فيها معلومات أكتر شوية عن الفلاير، بحيث إن هي أصلا بيبقى فيها مساحات أكبر، يعني بتبقى عبارة عن 3 مساحات، أو بيبقى فيهم معلومات وصور عن المكان اللي أنا عايزة أعلن عنه. رقم 6، المنيو. المنيو هي اللي أنا بتبقى موجودة في المطاعم، بتديني معلومات عن الأكل اللي بيقدمه المطعم والأسعار، ودي بتبقى مطبوعة أو بشكل رقمي على الموبايلات أو الأجهزة. رقم 7، الأيقونات. الأيقونات دي أنا برضو بصممها على الإليستريتور، زي أيقونة الموقع اللي أنا بدوس عليها بتروح مودياني للماب، الخريطة، المكان على الخريطة. والواتساب، لو أنا دوست على الرقم بيوديني على رقم الواتساب. رقم 8، النتائج، الكالندر. النتائج هي سواء كانت نتائج مطبوعة محطوطة على الحيطة أو نتائج مكتبية أو نتائج رقمية برضو. رقم 9، الزخارف. بصمم الزخارف بأشكال كبيرة جدا وجميلة جدا برضو باستخدام الإليستريتور وبشكل سهل. رقم 10، الكروت. طبعا الكروت بتتصمم بشكل سريع وسهل جدا بألوان وأشكال كتيرة جدا على الإليستريتور، وهنتعرف في الفيديوهات الجاية بشكل مفصل إزاي نعمل الحاجات دي. لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.